اكلت حته دين علقه، حته دين علقه اكلتها، لان اللي انا عملته ده انا استاهل عليه فعلا. ضرب الايه البراطيش البراطيش. وقولوا لي بقى في التعليقات ايه البراطيش. عندي ضيوف يا جماعه، عندي ضيوف، شايفين الدنيا جميله جميله، لذيذه مزيزه. عايزه اقول لكم النهارده هشتغل شغل. اوعى اوعى وشك، اوعى وشك، اوعى وشك. صلوا على النبي يا حبايبي، يا غاليين، يا معسلين، يا مسكرين. ومش عارفه اقول لكم ايه، بس هقول لكم ما انتوا صحابي، انا ماليش ماليش غيركم يعني بعد رب العالمين ماليش غيركم غير انتوا وبنتي ام ادم. فربنا يكرمكم جميعا يا رب، ويستركم في الدنيا والاخره، ويسعد ايامكم، ويشفي كل مريض، ويرزق كل محتاج، ويهدي كل عاصي، اللهم امين يا رب العالمين. بحق اليوم الكريم اللي كل يوم من ايام ربنا سبحانه وتعالى بتعدي علينا بخير، اكيد بيبقى يوم عيد ويوم خير. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين على نعمتك، وربنا يصلح لنا الحال جميعا، امين يا رب العالمين. طبعا هذا الفيديو انا ابتديته بعد صلاة الفجر، يعني بعد الفجر ما ادن الحمد لله بفضل الله صليت، و قلت بقى ايه، اروق الدنيا كده، لان المنظر مقرف بجد. الشقه بتتكركب، وفاء دايما تقول لي البيت ده فيه شيطان، اللي انا فيه دايما تقول لي فيه شيطان. انا مش عارفه ايه هو الشيطان بصراحه يعني. يا بنت شيطان ازاي يا حبيبتي تقول لي كده؟ عشان بيتكركب بسرعه؟ لا والله ولا شيطان ولا اي حاجه يعني. الشغل ما بيخلص، الشغل ما بيخلص. تيجي نعمل اي حاجه، مشكلتي الكبرى، حلوه الكبرى دي، الكبرى الكبيره يعني، ان اي مكان ما فيهوش ميه دي كارثه من الكوارث. فلازم يكون في ميه. كوبايه مثلا اتوسخت نجري نغسلها، طبق اتوسخ نجري نغسله، لازم. بس للاسف زي ما انتم عارفين، الحمد لله نحمد ربنا وتأقلمنا على هذا الوضع، والحمد لله دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. عارفين فضل ايه؟ ان انتوا اي موقف تتحطوا فيه تتأقلموا عليه. اي موقف فيه ميه ما فيش ميه، في نور ما فيش نور، الرزق قليل الرزق كتير، تتأقلموا. ده العادي، ده الامر العادي، وده الطبيعي. احنا نتأقلم على اي ظروف وعلى اي وضع. فاللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. طبعا انا اول حاجه عملتها، قلت الم شويه المواعين دولت اغسلهم ونروق المطبخ. فانا هو دلوقتي انا غسلت شويه المواعين وحطيتهم يتصفوا، وبعد كده اخدهم اشيلهم في المطبخ والمع المطبخ التاني. ما انا عندي مطبخ 1 ومطبخ 2 تمام. سمولي بقى، اسمي القديم ولا الجديد، من ال1 ومن 2. المهم، حطيت يا ولاد الفيديو لايك. طب يا ولاد اشتركتوا في القناه يا ولاد؟ انا طبعا عارفين ان انا مقصره في القناه، بس والله والله مش عارفه اقول لكم ايه. بس ادعوا لي، ادعوا لي، عشان انا في كرب جامد جدا. اه والله انا في كرب جامد جدا. ادعوا لي يا جماعه، اللي بيحبني يدعي لي. وانا عارفه واثقه متاكده ان انتوا كلكم بتحبوني. فربنا يكرمكم جميعا ويستركم في الدنيا والاخره، ويبعد عنكم الشر، ويبعد عنكم كل حاجه وحشه. هتقولوا لي ايه يا نصره، ايه هو الكرب؟ هقول لكم مش هينفع اقول يا جماعه. مش كل حاجه ينفع نقولها، مش كل حاجه ينفع نقولها. لو حاجة تخصني أنا كنصرة، الست البسيطة دي، هقول لكم عليها. لكن الموضوع ما يخصنيش أنا، في أطراف تانية فيه. لكن كل اللي أنا طالباه منكم ادعوا لي، ادعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يعني يسترها معايا. ادعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عليا. ادعوا لي ربنا سبحانه وتعالى يعني يقف معايا. ربنا يقف مع كل مظلوم، ويرزق كل محتاج، ويشفي كل مريض، اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. وينصر اهل غزه يا رب، انصر اهل غزه واهل السودان، واي بلد مسلمه مامنه برب العالمين سبحانه وتعالى ينصرها، وكل مظلوم ربنا سبحانه وتعالى ينصره. هقول لكم بقى ايه العلقه اللي انا اكلتها اللي ما ياكلهاش حرامي في مطلع. تمام. طبعا انتوا عارفين ان انا اللهم صل وسلم بارك عليك يا سيدنا النبي. كنتوا عارفين ان انا متربيه، انا ست فلاحه من قرى مصر، وانا عمري 5 6 سنين اتربيت في مصر. ابويا ما شاء الله يعني، الله يرحمه ويسامحه ويغفر لنا جميعا، الاموات والاحياء رب يا رب العالمين. وداني عند واحده تركيه في مصر، وكانت الست دي ارمله، وعشان ان انا اخدمها، وانا كان عمري وقتها 5 6 سنين. تمام. ده 5 6 سنين دي يعني تعرفش تعمل حاجة. عايزة اقول لكم انا لغاية دلوقتي فاكراها، ولغاية دلوقتي بدعي لها. وسبحانك يا رب، الست دي الله يرحمها ويسامحها ويرحم اموات المسلمين. الخير اللي كانت بتعمله يعني لغاية دلوقتي
يعني الكلام ده عمري كان وقتها 5 سنين مثلا او 4 سنين. عايزه اقول لكم ان انت تفتكري وانت عمرك حاجه و60 سنه، 62 ماشيه في 63، تفتكري لغايه وقتنا هذا الست دي وتدعي لها، فده اكيد فضل من ربنا. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا، لعل وعسى الناس اللي بترحم عليهم يجي في يوم من الايام ربنا يبعت لنا حد يترحم علينا. فاللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، ان كل حاجه بتمر علينا بنتعلم منها وبنستفيد منها. فزي ما بقول لكم، انا ناس علمت في حياتي غير اهلي، علموا في حياتي تعليم جامد قوي، فخلوني ان انا اتذكرهم. من ضمنهم كانت حماتي اللي هي جدة وفاء بنتي. من ضمنهم كانت واحدة سكنت في بيتها، ست فلاحة بسيطة سكنت في بيتها. الناس دي أصحاب فضل عليا بعد رب العالمين. فأنا دايما بقول يا رب يا رب يا رب ذكرني ان انا ادعي للناس، ويا رب ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني، ويا رب الدعاء يا الله اعلم يكونوا بيستفيدوا منه. فيا رب دايما كده يخلينا ندعي بالخير لكل حد قال في حقنا كلمة حلوة، لكل حد وقف جنبنا، لكل حد أخد بإيدينا وإحنا ضعفاء. يعني أي حد أخد بإيدينا وإحنا ضعفاء، فده من فضل ربنا، من فضل ربنا إن إحنا بنفتكره. فاللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. المهم يا جماعة، أنا كنت زي أي عيلة، طفلة ما أعرفش أي حاجة. فكنت دايما نفسي أبقى كبيرة، نفسي أبقى كبيرة. الست التركية دي كانت قاعدة في فيلا، فانا يعني بشوف بقى في التلفزيون اللي بيحطوا، وفي الشارع برضو بشوف اللي بيحط احمر ويحط ازرق. انا بقى عايزه اكبر، انا مستعجله. ايوه عيله يا ولاد، عيله هبله وهطله يا ولاد. خالتكم نصر كانت عيله هبله. يا بت انت وهي حطيت لايك يا بت للفيديو، يا بت يا بت حط لايكات كتير يا بت، وادعي لي يا بت، ادعي لي بالفرج، ادعي لي يا حبيبتي، ادعي لي ان ربنا يبعد عني الكرب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يا رب فكها على كل مكروب، يا رب يا رب فكها على كل مكروب. يا مجيب الدعوات استجيب دعايا يا رب العالمين. انا ضعيفة ولا حول ولا قوة الا بالله. انا لا حول لي ولا قوة الا بيك يا رب العالمين. اقف معايا واقف مع كل مظلوم. اللهم امين يا رب العالمين. فزي ما بقول لكم كده يا ولاد، انا رحت بقى ايه، ادعبس عندها كده في اماكن كده معينه، في المطبخ مثلا، في مش عارفه فين. لقيت يا ولاد عندها حاجه حمرة كده، حاجه حمرة، بودره حمرة، انا ما اعرفش دي ايه. اخدت البودره الحمرا يا ولاد، حطيت عليها ميه شويه كده من، وعملت احمر في شفايفي. عيله بقى وهطله وعبيطه، ونفسي نفسي اغمض وافتح الاقي نفسي كبرت، بلا نيله بلا وكسه. المهم، وكمان الزهره يا ولاد. الزهر معرفش كنتوا تعرفوا الزهر ولا لا، حاجه زرقاء كده، بودره زرقاء كده، بيحطوا عليها ميه. وكانوا زمان يحطوها في الميه العاديه، ولا مؤاخذه بعد ما يغسلوا الغسيل الابيض يحطوا الغسيل الابيض في الميه اللي فيها ازرق دي، عشان قال ايه تبيض الغسيل، يبقى ازرق كده على ابيض، يبقى سماوي كده. تمام. فخدت يا ولاد الزهره دي، ورحت يا ولاد حطيت عليها ما حطيتها على عيني، واتشمللت واتمهللت كده، وبقيت شابه عروسه مروسه كده. وقفت يا ولاد ايه، ان انا بقى ايه، يعني انا مش واخده بالي من اي حاجه، وانا مزمزيل بقى قمر كده. اه والله زي ما بقول لكم كده، كنت هطلع قوي وانا صغيره. ما اعرفش، قولوا لي لو انتوا كنتوا بتعملوا كده زيي ولا لا. وخدت بعضوياتي يا ولاد، وقفت في البلكونه. مين بقى لقطني يا ولاد؟ مين لقطني؟ خالتي فاطمه. خالتي فاطمه الله يرحمها يا رب ويسامحها ويغفر لها. مين خالتي فاطمه؟ مرات الجنايني اللي كان شغال في الفيلا، كان شغال في الفيلا وكان مقيم في هذه الفيلا. اوضه كده في الجنينه، بحمامها بمطبخها بمنافعها، متجوز وقاعد فيها. الوليه طلعت من الاوضه، طب انا مش واخده بالي، عامله لي حاطه بقى ايدي على خدي كده، وقال ايه، واقفه في البلكونه بقى عشان اللي راح واللي جاي يبص لي ويعجب بيا، وانا عامله زي النسناس ما شاء الله، يعني عليا قمر قمر قمر. ايوه، اوعوا تفكروا ان انا كنت وحشه، ده انا كنت ايه، نسناس نسناس يعني. المهم يا ولاد، كنت واقفه زي ما بقول لكم كده، و خالتي نصرة طبعا بصالي، طالعه كده من الاوضه وبصالي وانا مش واخده بالي منها، وقالت لي يا نهارك اسود، زي ما بقول لكم كده، ايه ده، ايه اللي انت عاملاه ده؟ جريت تقولوا ان انا بص ركبي قعدت تخبط في بعضها، وجريت اغسل وشي، وهي خبطت على الست. وكان الوقت ده كنا العصر، وكانت الست بتقايل بقى، الحاجه دي كانت بتقايل، اللي هي التركيه دي بتقايل، يعني بتنام فتره الظهيره كده ساعه ولا حاجه. ودب دب تخبط على الباب، صحيت الست وانا فتحت لها وبتاع، وقالت لها شفتي البت عامله ايه؟ طبعا كانت فضيحه ان انت تعملي حاجه زي، في كارثه
كارثه من الكوارث. يجوا دلوقتي يشوفوا النت والتت والمت والبنات عامله ايه، ويختي وزغرطوا يلي ما انتوش معانا. اه والله زي ما بقول لكم كده. وجيت ستي بقى طلع قالت لها ده عندها قلم احمر وقلم ازرق، وانا منين يا بت جبت، ومنين يا بت، وجابت للخرزانه بقى. وانا استخبى يا ولاد ايه، استخبى يا ولاد تحت ترابيزه المطبخ، وهي تضرب. الست كبيره مش واخده بالها، مش شايفه، تضرب في الانبوبه وانا اصوت. ايه يعني العصاب تيجي عليا، يا ستي ما بطلت، يا ستي حرمت، وهي تقول لي فين يا بت قلم الاحمر، فين يا بت قلم الازرق، وانا اعيط واصوت واقول يا ستي، وخايفه الخرزانه تيجي عليا. بيني وبينكم لما كانت بتيجي عليا ولاد كانت بتلسوعني بتلسوعني. وهكذا اكلت العلقه اللذيذه المزيزه، اللي انا بعدها ما عملتش العمله السودة دي. وبعدين اتضح ان الاحمر ده كان تفته، حاجه اسمها تفته. اه ده هنا التليفون وقع مني يا ولاد، التليفون وقع مني كده، جات له زعلة فراح وقع مني. بس يا ولاد، وكانت هذه هي الحكاية. وحرمت ان انا اعمل كده. كانت دي الزهرة، ودي تقولي تحط حاجة مضرة في وشك وفي عينيكي ليه كده. ودي كانت القصة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.